لحظة يا حاج. يلا توكل على الله. أمين عبد الرحمن من مجموعة 18 كتاب في اليمن 3 سنين، وجابونا من اليمن يوم 5 يونيو واستلمنا سينا يوم 5 يونيو. إسرائيل وقعتها 9 الصبح، إحنا الساعة 5 آخر النهار دخلنا سينا. مجموعة من المقاتلين الشرانيين المتدربين أحسن تدريب، فرضونا على الضفة الشرقية وما قالوا لناش نعمل ايه، لكن شدة التدريب والجراءة بتاعتنا والخبرة بتاعتنا عارفين هنعمل ايه. كنا الأول بندل العساكر اللي تايهة اللي هم زي اخواننا دول، ندلهم يمشوا ازاي، وبعدين بدأنا نضرب العربيات اللي واقفة طلقة تنك البنزين عشان إسرائيل ما تاخدهاش سليمة. كانوا بيعرفونا من الحرايق في الطريق الأوسط، في حريقة يبقى احنا هناك بيضربونا بالطيارات. أول واحد استشهد من المجموعة بتاعتي قائد المجموعة، كان اسمه ثروت عازر خيل، كان مسيحي وكان عقيد، أول واحد. وبعده محمد ممدوح عبد الحميد من دمياط، إبراهيم أحمد البسطة من دمياط ضابط المدفعية. احنا اشتغلنا خلف الخطوط شهر بالكامل، كنا احنا بنستلم سينا بالليل وبالنهار ندفن نفسنا في الرمل، وسينا تستلمها بالنهار. تدفن نفسك في الرمل، تستخبى تحت عربية ونستلمها بالنهار. معركة رأس العش احنا حاصرنا القوات الإسرائيلية من الخلف وعملنا سطارة نيران، وقفناهم عند حدهم وسببنا في هزيمتهم. عشان احنا اشتغلنا فترة كبيرة، واشتغلنا بقى في جبل سحابة، وقعدنا عملنا عرب والعرب ادونا الاماكن بتاعتهم ومشيوا، وجبنا جمال وحمير ومعيز. وبعدين فجأة اكتشفوا ان احنا عساكر، بعد 4 شهور اكتشفوا ان احنا عساكر. ابتدوا بقى اللي يمسكوه مننا يحطوه على صدر دبابة ويضربوه بدبابة تانية. مفيش تفاهم. وكانوا ساعات يربطوه بجنزير من رقبته ومن رجله ومن جنزير تاني، ودبابة تمشي كده ودبابة تمشي كده، يقطعوه نصين. احنا المجموعة بتاعتنا مجموعات الشاذلي بالذات كانوا بيفرتكوها. انا بصراحة يعني انا كنت دارس نظرية كده بتاعت المشي على زبل الغنم، ومشيت على مغارات مية. بس انا لما جم يمسكوني ما مسكونيش اسير، ده انا مسكوني ببئر السبع مغمى عليا مرمي في بيارة. فقال لك ده ايه اللي جابه هنا ده؟ وبعد المعركة ب4 اشهر ولا 5 اشهر. لا ده مش موضوع. حطوني في عربية مكشوفة في تل أبيب، وكانوا بيحدفوني بالبيض والطماطم مشبوحة على العربية كده. طلبة المدارس جابوهم يحدفوني بالبيض والطماطم. العربية دي ودتني معتقل عتليت. وصف معتقل عتليت بقى عشان الأخوة دول ما قالوش وصف معتقل عتليت. معتقل عتليت عبارة عن 8 براكسات. البراكس فيه 6 عنابر. العنبر معمول بالاسمنت بس، الأرضية اسمنت، حفر كده يعني ميدة واسمنت، وسقف فوق وحيطان عشان ما نهربش منه. وحوالين المعسكر إجمالي سلك، وحوالين السلك مية مصنيرة اللي ينزل فيها يسيح. وقبل السلك فيه ألغام شرابلن وألغام وتدية عشان خاطر اللي يمشي السلك يضربه. أنا كان ممكن أهرب من المعتقل، بس لما ههرب هروح فين؟ لأن لسه قدامك حيفا وقدامك تل أبيب. أنا كنت في عتليت في حيفا، وقدامك يافا وقدامك تل أبيب. أنا قعدت في المعتقل 12 شهر. المعاملة كانت كالآتي: مفيش حاجة اسمها لبن إيه؟ أنا أساساً عشان إحنا كنا مجموعة إجرامية وكانوا شاكين فينا، فهم مجموعة مخلصة، يعني مجموعة مخلصة مجموعة بتحب بلدها. اللي عملناه نابع من العسكرية المصرية الأصيلة. الجيش المصري اللي دخل 15 غزوة ما انهزمش في غزوة، و67 أسف إنكم بتقولوا معركة 67. مفيش معركة 67. 67 ديت كان في مركب اسمها ليبرتي في القناة، ادت إشارة للوحدات اللي في القيادات بانسحب وارمي سلاحهم. وكان عندنا تخلف في الاتصالات. انا لو كان في موبايلات ايامها كنت شلت الموبايل من جيبي ورنيت على امي وقلت لها بيقولوا لي انسحب وسيب سلاحك، كانت تموت ومش عاوزاك. صح. انا كنت في الجيش امين عبد الرحمن محمد، واخويا خير الدين عبد الرحمن محمد، واخويا الثالث عبد العزيز عبد الرحمن محمد. عبد العزيز استشهد معايا، ادي يبقى انا اسير واخو شهيد. ماشي.
واخويا الثالث كان هنا في مصر. اخويا استشهد وانا اصطادوني هناك. كانوا بيعاملوني معامله تيجي الصبح يدخلوني في اوضه كده نص دي اوضه الضرب، وتخش بنت اسرائيليه تشد البنطلون وانت متكتف وتضربك لا مؤاخذه على ظهرك كده بالكرباج. انا كنت بتضرب كل يوم بالكرباج عشان بس يعرفوا انا مين، عاوزين يعرفوا انا مين. ايه اللي وداك بئر سبع؟ ايه اللي وداك بئر سبع ومرمي ببياره ومغمى عليك؟ حظي بس اللي ما موتونيش ان اللي قبض عليا ضابط انجليزي. فلما قبض عليا مغمي عليا وعندي غشيان فدلق فوق ميه ففوقت، فراح ماسكني مسلمني للصليب الاحمر. اما استلمني الصليب الاحمر، الصليب الاحمر ضمنت ايه ده يعني ضمنت ده ان انت موجود، ان انا موجود. قعدت في معتقل عتليت 12 شهر، كل يوم انضرب بالكرباج ومفيش اكل، هو ربع رغيف توست، الرغيف كان على 4 مش يعني بيتقطع كده بتاع التوست كده، كنت باخد لقمه اكل القشره واتعشى باللبابه. ما كانش فيه لا لبن ولا طماطم ولا بصلايه، مفيش الكلام ده، ما ادوناش اكل. هم كدابين، هم كدابين. لا يمكن هم كانوا لا يعني هم الاسرائيليين كدابين، مش زمايلي هم يمكن كانوا في معسكر تاني عشان كانوا مصابين، لكن انا كنت في معسكر ما كانش فيه اكل وكان فيه ضرب بالكرباج وكان فيه كلاب بتعضنا من ظهرنا من امتيازنا من هنا، وكانوا بيقول لك هتقول ولا مش هتقول؟ اقول ايه ده انا كنت طباخ، واللي هو الجيش المصري كله طباخين. يحطك في سبت وينزل واير في زيت رجليه مقليه تتقلي من تحت الرجلين، وبعدين يمسكك. لما جم يحكموا عليه بالاعدام ختموا على ايدي بنجمه داوود ادوم ادوين، يعني نجمه داوود الحمراء. وانا لما خدوني يعدموني كانوا واخديني عشان خاطر الست اللي بتقول جوزي كان هناك، برضه انا برد عليها. هم بياخدوا الناس يعدموها قطع غيار، بياخدوا منه الكليتين ويرموه. يعني الكلام ده كان موجود؟ كان موجود، وانا اتخذت وحللوا لي وخدوني عشان يعدموني في تل ابيب. فانا قلت طيب اللي خلوهم يعدموني في تل ابيب، طب ما انا هموت، انا كنت خلاص مسلمين امرنا لله، احنا هنموت. طب ما انا اخد ست عساكر ومذكوره في المحكمه وفي القضيه 6 عساكر ودكتور وسواق مكتوبين في المذكرات بتاعه الدعوه. وانا اول واحد رفعت قضيه على اسرائيل سنه 94، وكنت رافعها على اسرائيل مباشره على اسمه اسحاق رابين. لما جت المحكمه في 94 قالت ان ده عليه له تعويض، لكن على كل دوله تعويض رعاياها حسب اتفاقيه كامب ديفيد، فجم الاساتذه قالوا طيب، واحد من الاساتذه بقى الحقيقه قال لي طب ما احنا نرفع على اللي وقع على اتفاقيه كامب ديفيد، يا اما نبطل الاتفاقيه. انا بطالب بوقف العمل باتفاقيه كامب ديفيد، نمره 1. نمره 2، رفعت على رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ووزاره الدفاع ووزاره التضامن الاجتماعي والمجلس الاعلى لحقوق الانسان ووزاره الخارجيه، 6 جهات جم اتجمعوا كلهم كده وقالوا ايه؟ هندي لك 20,000 جنيه. كان يظهر القاضي يومها عنده احكام بتاعت ناس اتحبست 3 ايام ولا حاجه، وهو فقل على 20,000 جنيه. انا اعترضت وقلت مش عاوزهم، والدوله اعترضت قالت مش هنديهم. الاعتراض بتاع الدوله اللي هو الطعن بتاع الدوله اترفض مع توصيه من مجلس المفوضين برفع المبلغ بما يتناسب بما جرى للانسان ده اللي انضرب بالكرباج وتعض بالكلاب واتحط في عربيه اعدام وتصور في عربيه الاعدام، وعربيه الاعدام مشيت وعملوها فيلم. الفيلم طلعوه سنه 95 روح شكيد. لما طلع روح شكيد ولقيت صورتي وانا رايح اتعدم، انا قلت دول شهروا بيا وضربوني بالكرباج وعملوا كذا وكذا، وراحوا هم مصرحين بقى إريبيه بيرو والناس اللي انا كنت مرمي على الوحدات بتاعتهم عملوا تصريح رسمي انهم اعدموا الاسرى المصريين. فرحت انا رافع قضيه على اسحاق رابين وإريبيه بيرو وإيريل شارون والناس دي كلها، واعتبرتهم مجرمين حرب ورفعت عليهم قضيه. جت القضيه خدت ايه؟ على كل دوله تعويض رعاياها حسب اتفاقيه كامب ديفيد، اللي هي اسرائيل قدمت الاتفاقيه. والقضيه بتاعتي انا قبل قضيه الاستاذ وحيد بحوالي 7 سنين. انا خدت الجوله دي
والاستاذ وحيد انا بقى لما اترفضت هنا والاستاذ وحيد رفع القضيه، انا رفعت القضيه تاني بتحديد مبلغ التعويض. الحكم ليا بتحديد مبلغ للتعويض يوم 18 يوم 18/2 الشهر ده يوم 18. طب بعد اذنك لحظة بس. سنة بس شغاله بس المهم بصراحة انت يا حاج امين تستاهل كل ده.